ردود سريعة على بعض المعلقين عندي اللي أنا متأكدة إن هم لجان إلكترونية. أنتي ليه بتشتمي؟ أنتي ممكن توصلي فكرتك من غير شتمة. اللي بيهين ربنا وبيهدم المساجد، بيقتل المصريين، بيعتقلهم وبيغتصبهم، ما بتكلمش عنه أبدا غير بالشتيمة. دي طريقتي، حبيتها أو ما حبيتهاش. لو ما حبيتهاش، على إيدك فوق الشمال في 3 نقط، او على ايدك اليمين حسب بقى تليفونك هتلاقي في 3 نقط كده او 3 شرط. اعمل بلوك وما تصدعنيش. اللي من اللجان داخل يقول لي لا يحب الله الجهر بالسوء. اكمل الآية: الا من ظلم، وانا ظلمت. اللي كله اللي مش عارف، العارف يبقى يحكي له حكايتي. حاجة التالتة ودي المهمة قوي بالنسبة لي، ان انا ست صاحبة قضيتي بقى اوصلها بالطريقة للي يفهمها المتلقي. وانا بالنسبة لي انا ما بخاطبش اصحاب الياقات البيضاء، لان دول اثبتوا ان هم فشلة، شوية جرابيع فاتحين دكاكين، وكانوا فاتحين دكاكين كتير قوي في مليون الف بلد، وبيتكلموا حيث أن وكأن ومش عارف. محبش أتكلم بالطريقة دي، بحب أتكلم بطريقة الناس اللي بيتكلموا في الشارع المصري اللي أنا طالعة منه. فهمتوا؟ اللي عايز يسمعني يسمعني، مش عايز يسمعني بلوك يا حبيبي وريح نفسك. ما تدينيش حصص دين لأني مش قابلها من حد. أنا كبيرة إنف وعارفة كويس قوي مصلحتي، وعارفة كويس قوي كل كلمة بتطلع من بقي رايحة فين وهتوصلني لفين، ومستعدة للكونسيكونسز كويس قوي، ولن أتراجع قيد أنملة. واللي هيقول لي بقى أصل الدين الإسلامي بتسيء الطرحة اللي على راسك، لا يا أخويا، ما بسيقش لحد يا حبيبي. أنا بتكلم وبهين اللي محتاج إنه يتهان عشان يتحط في مكانه. كل واحد محتاج يتحط في مكانه. المحترم بشيله على راسي، اللي مش محترم وبيشوف نفسه على الشعب المصري وطلع ميتين أمه. هتقولوا لي طب ما انتي النهارده وبقالك كام يوم عماله تطحني في الشعب كمان، واخده الشعب كمان مع السيسي بالمره. انا واخده الشعب زي ما قلت وبقول 100 مره، اللي بيأيد السيسي. شعب السيسي هو الشعب المنوط بالتهزيء في كل فيديوهاتي، وشعب السيسي ده بعد قيام الثوره ونجاحها ان شاء الله باذن الله هنعمل لهم عزل مجتمعي. عزل مجتمعي يعني ايه؟ يعني يتعاملوا كالحشرات القذره الضاره، لا نسيبهم ولا نتعامل معاهم ولا نتاجر معاهم ولا نتعامل معاهم. يفضلوا كده يتناسلوا من بعض او ينقرضوا شبه الحمير الكتيانه. بس خلاص، اي تعليقات من كده تاني هبلكها بدون